معه بضعة أشهر فقط. طيب ماذا استفدتم من المصالحة مع إيران؟ ماذا استفدتم؟ ماذا استفدتم من المصالحة؟ يعني هل يعني إحنا مجبرين على أننا إما أننا نتبع حركات تاع متطرفين يقول لك نحاربوا العالم كاع، أو أننا نتبع حكام، أو أننا نتبع حكام يقول لك لا، لازم كل الأعداء نسكتوا ونقعدوا وحدهم سيختفي الأعداء، أغمض عينك يا مواطن عربي سيختفي الأعداء. هكا راكم حكام العرب، هكا راكم. وإذا تكلمنا أنتم بالتانيين، إذا تكلمنا لا هذا راهم ينشروا في الفتنة، راهم حابين يديروا قلب. يا محمد عندكم الوجه، ما فهمتش أنا. واش مدين أنتم على أي دين، ولا أنتم يعني نتاج أي ثقافة؟ الناس تذبح وتدمر وتقول لي لا هناك مؤامرة إيرانية وأنتم تحاولون قلب الأنظمة العربية. يا والناس راهي تموت، يعني الأنظمة العربية أقدس من دم الإنسان العربي. طيب إيران متحالفة مع إسرائيل ضد غزة. إيران وإسرائيل يحتلان غزة ويقتلان الإنسان الفلسطيني في غزة. هذا الإنسان الفلسطيني الذي أقنعتوه منذ عقود أنه يملك قضية اسمها القضية الفلسطينية، كي لا أخلقت فلسطين كي لا تواجه إسرائيل، ثم الآن تبيعون فلسطين إلى إيران، إلى إيران كي تصبح لإيران عندها يد، كي تخترق إيران مناطقنا. هذه هي درتوا. أنتم لم تسمحوا للإنسان الفلسطيني أنه يدخل به يعود مصري، أن غزة تصبح مصرية أو الضفة الغربية تكون أردنية. لماذا؟ لأنكم لا تريدون حدود مع إسرائيل، لأنكم تخافون من حدود مع إسرائيل. هذه هي الحقيقة. لكن الآن الإشكال الآن أنكم حولتوا القضية الفلسطينية إلى صراع، من صراع فلسطيني إسرائيلي إلى صراع إيراني إسرائيلي، الذي سندفع نحن الثمن. الشعوب العربية ستدفع الثمن. ما حدث في سوريا، ما حدث في العراق، يحدث في غزة اليوم. يعني نحن الشعوب العربية لازم نديروا رجل على رجل ونستنى، وكل شعب ينتظر الدور، ينتظر أنه يصدره ليذبح ويهجر ويشرد وتغتصب نساؤه، وإلا فنحن شعوب فتانة، وإلا نحن خوارج، ونحن رانا حابين نديروا ربيع عربي وربيع عبري وربيع مانيش عارف وش هذا الكلام، وش هذا الكلام. أنتم اللي راكم واقعين في الدعاية الإيرانية، وأنتم اللي راكم واقعين في الفخ الإيراني، يا سعوديين يا أردنيين يا خليجة، وليس الناس اللي راهم ينبهوا فيكم. أنتم اللي راكم واقعين في هذا الفخ. مصر هي التي تواطأت على أن تجعل غزة في يد إيران، في يد هذا الآتون، آتون الصراع الوهمي الذي لا يدفع ثمنه إلا الإنسان العربي، الصراع الإيراني الإسرائيلي. مصر هي أن تواطأت على هذا الأمر. تحدى أي واحد أنه يثبت لي العكس، وأنه يفهمني طيلة سنين من أين تدخل الأسلحة، ولماذا تتحول حركة حماس إلى أقوى من الفصائل الأخرى وتفرض نفسها على غزة. لماذا؟ ثم نروحوا للجبهة اللبنانية. الجبهة اللبنانية كيف تسلح حزب الله وأصبح أقوى حزب وأقوى جيش في لبنان وسيطر على لبنان. كيف تحولت لبنان إلى ثكنة تابعة لحزب الله، إلى ولاية من ولايات إيران. كيف تحولت؟ وليس بعد اتفاق الطائف، هذا بسبب البند في اتفاق الطائف اللي أوقف الحرب الأهلية في لبنان. أجل، لكن منح حزب الله ميزة أنه يبقى مسلح بحجة أنه مقاومة للكيان الصهيوني، بحجة أنه مقاومة إسلامية. في ذلك الوقت كنت تنشر في الصحافة تحكم يا حكام العرب
أن المقاومة في جنوب لبنان هي مقاومة إسلامية وليست مقاومة شيعية، ولم يحزنوا ولا حزب الله ولا حركة أمل ولا إيران ولم يحزنوا. كنتم في الصحافة العربية كنتم تكذبوا على الدول، على الشعوب العربية، وتقول لهم أن تلك مقاومة إسلامية، مع كل المسلمين اللبنانيين. ثم هذا الخطأ الكبير الكارثي اللي قامت به السعودية، وقعدت سنين وهي تدعم في لبنان بملايير، ب4 مليار دولار كل سنة لرعاية اتفاق الطائف كي لا تعود لبنان إلى حرب أهلية. هذا شيء جميل أنكم أوقفتم حرب أهلية وساهمتم في إيقاف حرب أهلية، لكن بعتم لبنان إلى إيران. الأجل السعودية هي من كانت وتواطأت على تحويل لبنان إلى اليد الإيرانية، إلى يد حزب الله، إلى يد حزب الله. لماذا ما تتكلموش على هذه الحقائق لشعوبكم؟ أنكم باستطاعتكم أنكم تبيعوا كلش من أجل كراسيكم. أنتم لستم ضد الكيان الصهيوني، ولستم ضد إيران، ولستم ضد تركيا. أنتم ضد من يهدد كراسيكم ومناصبكم يا حكام العرب. هذاك الكلام على خطر إيراني، أنتم دعمتم إيران، أنتم دعمتم إيران في لبنان، أنتم سبب سقوط لبنان تحت الهيمنة الإيرانية، ومصر هي التي كانت سببا في سقوط غزة تحت الهيمنة الإيرانية. والقادم أسوأ سيكون في اليمن، سيكون في الأردن إذا لم يستيقظ الأردنيون. لكن الأردنيون لحد الآن يعودوا على كلام الخلايجة وكلام المصريين. لماذا تتكلموا علينا؟ لماذا ما تتكلموش على خيانة تركيا لحماس؟ لماذا يا حماس خاينة؟ لو كانت هذه الحرب ما بين حماس وإسرائيل والله ما راح نتكلم عليها نهار. ووقعت العديد من الحروب بين حماس وإسرائيل، بين كتائب القسام وإسرائيل، لم أخصص ولا حلقة ولا منشور، لم أهتم بها بالكامل. وعندما كانت تنتهي الحرب كنت نعمل بعض الحلقات لكشف اللعبة الموجودة ما بين إيران وإسرائيل وما بين حماس وإسرائيل وما إلى ذلك. وآخر حرب كانت لإسقاط نتنياهو، لم تكن لتحرير فلسطين ولهم يحزنون. لكن هذه الحرب نحن نهتم ونتكلم. يعني هذه الحرب راهي موجهة ضد الشعب العربي الموجود في غزة، ضد المسلمين الموجودين في غزة، ضد الفلسطينيين. ماهيش موجهة ضد حماس. هذه الحرب هذه موجهة ضد الفلسطينيين. وإذا سكتنا سيحدث نفس الشيء في الأردن، وسيحدث مستقبلا ربما في أجزاء من مصر، ومستقبلا سيكون في السعودية، وسيكون في الكويت، وسيكون في البحرين. هل سألتوا أنفسكم يا أردنيين ما هو ثمن تواطؤ إيران وسكوتها وخذلانها لمن تلاعبت بهم ودفعتهم لهذه الحرب؟ ما هو الثمن الذي ستقبضه إيران؟ ما هو الثمن؟ إذا بقات الأمور كما هي، قلنا إذا بقات الأمور كما هي سيخرج الكيان الصهيوني منتصر، وسيخرج إيران منتصرة، سيخرج الاثنين منتصرين، وسيخرج العرب منهزمون. وإذا تمكن ما مش عارف جهات دولية اليوم شفت ضغط من الأمم المتحدة، إذا لا قدر الله توقفت الحرب الآن فسيخسر الطرفان، إيران ستخسر وإسرائيل ستخسر، وهذا سيكون لصالح الدول العربية. لذلك أنا أجزم أن الحرب هذه ستطول، لأنه أبدا إسرائيل لن تسمح أن هذه الحرب تخرج لصالح الدول العربية والشعوب العربية، وإيران لن تسمح بذلك. إذا طرفان اللي راهم يتلاعبوا بالمنطقة العربية في ظل هذه العطالة، وفي ظل هذا التبرديع، في ظل خوفكم على كراسيكم يا حكام العرب، في ظل خوفكم على كراسيكم ومناصبكم، في ظل خوفكم على كراسيكم ومناصبكم، هذان الخطران وهذان العدوان والخصمان إيران وإسرائيل الآن يحددان يعني كلش، يحددان كلش. لماذا نتكلم على إيران؟ إيران نعلم نحن أنها عدو.
تركيا نعلم أنها عدو، مثلهم مثل إسرائيل. لماذا نتكلموا عليهم؟ البعض يقول لك لماذا ما تذكروش خذلان تركيا لحماس؟ سنين وإحنا نتكلموا أن تركيا تتلاعب بالإخوان المسلمين وتتلاعب بحماس، سنين. لكن الآن رانا في لحظة حرب. الآن نقعدوا نهضروا الفلسطينيين أكم تموتوا لأنكم درتوا الثقة في تركيا، وقولوا لهم راكم تموتوا، راهو يتم ذبحكم وقتلكم لأنكم درتوا الثقة في إيران. وش هذا الكلام؟ وش هذا الرخص؟ وش هذا الطحين؟ وش هذا النوع من التفكير؟ أنا أقول لكم حاجة يا شعوبية عربية، دولكم للأسف الشديد، حكوماتكم وهذه الأنظمة لأجل كراسيها راح تبيع كلش. يعني بعدما سكتنا على القضية الفلسطينية، ما هيش قضية فلسطينية، هذه قضية عربية، قضية عربية، قضية عربية. إذا كنتم تريدون سلام مع إسرائيل كنتم من النهار الأول تضمون القسم الفلسطيني إليكم وما تحاربوش إسرائيل من النهار الأول. لا، الصراع لازم يبقى. لماذا؟ لأنها الأوامر الدولية، الصراع لازم يبقى. إسرائيل ليست دولة، بل لا يعترف بإسرائيل كدولة هو الغرب وليس أنتم. هو الذي يريدها ألا تتحول إلى دولة، أنها تبقى دوما في صراع، في حالة صراع، وأنتم تطبقون هذا الأمر. لا تدخلون معها في حرب حقيقية، لا تسمحون للناس أنهم يجاهدوا في سبيل الله وأنهم يروحوا يحاولوا كيف يحاربوا الكيان هذا وكيف يحاربوا الإسرائيليين هذا، وفي نفس الوقت ما تديروش معها سلام. كان يا سلام يا حرب، ما كاش ما بين، ما كاش في انتظار دخول اللاعب الإيراني، ثم دخول اللاعب التركي، ثم دخول اللاعب الباكستاني، ثم دخول اللاعب الروسي. ما كاش كاين يا حرب يا سلام. إسرائيل هذه إما تديروا معها سلام، إما تديروا معها حرب، إما تخلونا إحنا نديروا معها حرب.